اللي لسه ما عملش الرز المنفوخ فهو فايته كتير وسهل وسريع ويطلع معاكم حدوته. عندي رز بسمتي نبدا ننقعه في الميه حوالي نص ساعه ونبدا نغسله ونصفيه ونبدا نسلقه نص سلقه. انا شايف لحد دلوقتي ان الدنيا سهله وبسيطه. هنبدا نفرده في صينيه ونبعده عن بعض تماما ونبدا نحطه في الشمس لحد ما يتجفف او تحطه قدام المروحه حوالي 24 ساعه او ممكن تحطه في البلكونه لحد تاني يوم. نعمل اللبن اللي هنحط فيه الرز في حله على النار، نحط نص لتر لبن ومعلقه كريم شانتيه ومعلقتين سكر، وكده كده السكر حسب الرغبه، ورشه فانيليا وميكس رايق لحد ما يغلي معاك تبدا تشيله على جنب. الرز بتاعنا خلص، انا عايزك تسمع الصوت بتاعه بس. وتبدا تاخد الرز في زيت سخن تبدا تحطهم في مصفى كده وتهز هزه خفيفه، هتلاقي الرز بتاعك يتنفخ وعام على الوش. يا لهوي يا دي حدوته على الحلاوه والدلع، والله الواد حدوته مدلعكم. عايزك تعمل الكميه كلها وتبدا تصفيهم، وهات اللبن بتاعك بعد ما دفي كده تبدا تحط عليهم الرز، هتحس انك بتاكل كورن فليكس. تبدا تحط عليهم كده شويه عسل او شويه موز وكل وادعي لي. انا شايف لحد دلوقتي ان الدنيا سهله وبسيطه واي حد يقدر يعمل الحلقه دي في البيت. اعمل سيف للحلقه دي عشان الفتره اللي جايه في دلع. سلام.